صباح الصباح يا دكتورة. بيقولوا إن مفيش صدفة في عالم السياسة، وكل حاجة بتحصل وراها حد خطط لها. بس لما الكلام ده يتنقل للدراما المصرية وتلاقي ممثل واحد مخصص مشواره كله علشان يكشف الأجندة، يبقى لازم نقف ونفكر: هو يوسف الشريف بيمثل خيال ولا بيسرب لنا واقع خايفين نواجهه؟ سؤال بجد. هو احنا ليه أول ما نشوف يوسف الشريف على الشاشة بنبدأ نراجع تاريخ البشرية؟ ليه بنحس إن في مؤامرة كونية بتضحك ورانا؟ وإن النهاية مش مجرد اسم مسلسل، دي خطة مدروسة. كل حاجة بدأت برن التليفون في رقم مجهول. يوسف الشريف ما كانش بيقدم مسلسل تشويق عادي، كان بيقدم فكرة التحكم عن بعد. شخص مجهول معاه كل أسرارك، بيحركك زي العروسة الماريونات. المسلسل ده جس نبض للجمهور. يوسف الشريف هنا لعب على فكرة إن السيستم أو النظام يقدر يكسرك في لحظة لو ملكش ظهر، أو لو فكرت تخرج عن النص. المحامي علي كان بيمثلنا كلنا، بني آدم اللي فاكر نفسه حر، لحد ما يكتشف إن في عين مراقبة كل خطواته وبتهدده بأغلى ما عنده عشان ينقذ أجندة هو مش فاهمها. دي كانت الشرارة اللي عرفتنا إن يوسف مش ناوي يقدم قصص حب وخيانة، ده ناوي يفتح صندوق البندورة. بعد سنة واحدة دخلنا في اسم مؤقت، وهنا الليفل عالي. يوسف الشريف قدم لنا شخصية يوسف رمزي اللي صحي لقى نفسه ملوش وجود. المسلسل ده الترجمة الدرامية لمشاريع غسيل الأدمغة للمنظمات السرية مشهورة بيها. الفكرة هنا بقى مش في فقدان الذاكرة، الفكرة في صناعة الواقع الزائف. ازاي المنظمة تقدر تمحي تاريخك وتبني لك تاريخ جديد عشان تخدم غرض معين، سواء سياسي أو اقتصادي. اسم مؤقت كان مليان كادرات فيها رموز ماسونية صريحة، وتلميحات عن الناس اللي فوق اللي بيقرروا مين يعيش ومين يموت، ومين يبقى بطل شعبي ومين يبقى مجرم. كل ده بلمسة زرار في غرفة تحكم سرية. في 2016 يوسف الشريف قرر يرمي القنبلة القيصر. هنا بقى ما بقاش فيه تلميحات، بقينا في قلب المنظمة نفسها. الشخص اللي تم مسخ هويته علشان يبقى أداة قتل لا تشعر ولا تفكر. القيصر كان بيتكلم عن الجماعات الوظيفية، يعني ايه شركات أمنية دولية أو جماعات غامضة هي اللي بتدير الصراعات المسلحة في العالم كله. يوسف كان بيصدر لنا فكرة إن في حكومة عالمية خفية هي اللي بتمشي العالم بالريموت الكنترول، وإن الحروب اللي بنشوفها في الأخبار دي مجرد مسرحية مكتوبة من قبلها بكتير. في المسلسل ده يوسف الشريف كان بيشرح لك هندسة الفوضى وكيفية صناعة الوحوش لخدمات النظام العالمي الجديد. وصلنا بقى للماستر بيس، النهاية، المسلسل اللي العالم كله اتكلم عنه. يوسف الشريف هنا حط النقط على الحروف تماما. احنا مش في المستقبل، احنا في الأجندة اللي بيتم التحضير ليها. عالم مفهوش فلوس ورقية، العالم بيتحكم فيه الانرجي هاب وسيطرة الشركات العابرة للقارات على مصادر الطاقة وحياة البشر. فكرة النسخة الروبوت أو الكلونز كانت إشارة مرعبة لإمكانية استبدال البشر بآلات برمجية. يوسف الشريف في النهاية ما كانش بيمثل خيال علمي، هو كان بيعرض كتالوج المتنورين المستقبل. فكرة الدجال اللي بيظهر في صورة منقذ تكنولوجي، والقدس اللي بتتحرك في سياق درامي غامض، كل دي كانت رسائل مشفرة بتقول إن النهاية قربت واللعبة بقت على المكشوف. ليه يوسف الشريف غاوي مثلثات وعيون وبراجل؟ ليه مشواره من 2012 مركز في السكة دي؟ ببساطة عشان هو بايع القضية. بجد يوسف الشريف عنده ستايل خاص، النظرة التايهة، الذكاء الحاد، والقدرة إنه يقنعك إن العالم بينهار وهو الوحيد اللي فاهم. هو مش بس بيمثل، هو بيذاكر، بيقرأ كتب نظريات المؤامرة وبيحولها لدراما بتلمس وعي جيل كامل بقى مهووس بفك شفرات يوسف الشريف. قدر يحول الشك اللي جوانا الحقيقة على الشاشة، وخلى المشاهد المصري والعربي يسأل نفسه كل يوم بعد الحلقة: هو ايه اللي هيحصل في الكوكب بجد؟ بس استنوا، يوسف الشريف مش بتاع مؤامرات عالمية وبس، ده كمان سايكو من طراز رفيع. تعالوا نفتكر الصياد 2014، المسلسل اللي حرفيا ثبت مصر قدام الشاشات. هنا يوسف الشريف لعب دور سيف، الضابط الكفيف اللي بيساعد الشرطة تقبض على قاتل محترف. واحنا طول المسلسل بنسأل هو ازاي بيعرف التفاصيل دي بعيدا عن اي ماسونية. الصياد كانت مباراة في ذكاء يوسف الشريف، قدر يقنعنا بضعفه وانكساره وهو أعمى، وفي نفس الوقت يرعبنا بجبروته لما نكتشف الحقيقة. المسلسل ده كان إثبات إن يوسف الشريف يقدر يشيل مسلسل كامل بنظرة عين وبنبرة صوت. وفي 2015 يوسف الشريف يقرر يورينا إنه حاوي بجد في لعبة إبليس.
هنا بقى مفيش منظمات سرية، في لعبة عقل بين أخين، أدهم الساحر وسليم رجل الأعمال. يوسف في المسلسل ده عمل مجهود جبار في تقمص شخصيتين عكس بعض تماما، أدهم الساحر اللي بيعتمد على خفة الإيد وخدع العقل، وسليم اللي بيعتمد على نفوسه وفلوسه. المسلسل ده كان اسم على مسمى، لعبة. يوسف الشريف كان بيلعب بيك كأنه بيعمل لك ماجيك تريك. وطبعا لو انت مستني مني اتكلم عن كل اعمال يوسف الشريف فانت في الفيديو الغلط. اكيد مش هننكر عظمة وحلاوة مسلسل زي كفر دلهاب، او سوء مسلسل زي كوفيد 25 اللي بالمناسبة كان اخر مسلسلاته في سنة 2021. بس اختلافك او اتفاقك معايا على حلاوة او سوء المسلسلات دي مش هيغير في نظرنا حاجة في فكر يوسف الشريف في اداء مسلسلاته. وفي الاخر، سواء كنت مقتنع بنظريات المؤامرة والماسونية أو شايفها مجرد حبكة درامية شاطرة، ما تقدرش تنكر إن يوسف الشريف هو الوحيد اللي عرف يعمل براند لنفسه في منطقة محدش جرأ يقرب منها في مصر. سؤالي ليكم النهاردة، تفتكروا يوسف الشريف فعلا بيحاول يوعينا للي بيحصل في العالم، ولا هو مجرد ممثل ذكي لقى تيمة ناجحة فكمل فيها؟ ومين أكتر مسلسل من دول سهرتوا بسببه بتدوروا وراه على جوجل؟ اكتبوا رأيكم في الكومنتات، ومتنسوش اللايك والاشتراك علشان نكشف المستور مع بعض. واعمل شير الحلقة بسرعة قبل ما المنظمة تقفل القناة. فركش.